الزمالك سنه 2020 كان فرقه قويه جدا على مستوى اسامي اللعيبه من الحارس للمهاجم، كانت اسامي قويه جدا. وحتى المدير الفني اللي كان موجود ساعتها اول ما جه اصطدم بماتشين اجمد من بعض، سوبر افريقيا قدام الترجي بطل دوري الابطال، وسوبر مصري قدام الاهلي. وكانت الناس كلها قالت خلاص كارتيرون هيمشي بعد الماتشين دول. بمفاجاه كبيره جدا كارتيرون فاز بالماتشين، وبعدها لعب الاهلي تاني في الدوري كسب 3-1. خلاص ماشيين زي الفل ورايحين لنهائي دوري الابطال وخلاص بننافس على دوري الابطال وزي الفل. فجاه كده واحنا قاعدين نلاقي فجاه خبر ان كارتيرون عايز يمشي. طب عايز تمشي ليه يا عم الحاج؟ مش عايز يقول، لغايه ما مرتضى جابه وعمل معاه فيديو وده كلام حقيقي فعلا. ومرتضى قال له هديك ضعف اللي انت بتاخده. قال له لا انا اسف لازم امشي. طب 3 أضعاف، وكان هيديله فعلا، ما كانش هزار يعني، كان هيديله فلوس بجد لانه حاسس ان في حاجه غلط. ومشى كارتيرون بدون اي مبرر، وكان معروف طبعا المبرر، وراح للدوري السعودي. راح للدوري السعودي وخد اكبر عقد في تاريخه كله. كارتيرون خد عقد ما خدوش قبل كده ولا هياخده تاني في حياته، حتى لو درب الريال مش هياخد العقد اللي خده ده ساعتها في الدوري السعودي. راح لفرقه اصلا ساعتها مش بتنافس، يعني انا افهم حاجه زي كده لو هو راح فرقه بتنافس فافهم ده، كان راح في فرقه مش بتنافس اصلا، الموسم ده ما كانتش بتنافس، فده برضو يبين لك حوارات تانية. طبعا وصلنا لنهائي دوري الابطال وخسرنا دوري ابطال افريقيا. هذا الموسم كان بيدربنا مدرب اسمه ايه؟ جوزيه جوميز. ماشيين معاه زي الفل، واخدين كونفدراليه، واخدين سوبر افريقي من الاهلي، وسوبر مصري لو شيكا جاب الجول كنا خدناه كمان. فخلاص احنا ماشيين زي الفل وماشيين في الدوري كويس ومفيش اي مشكله اطلاقا. فجاه الناس كلها قاعده بتتعشى بالليل، فجاه طلع علينا الصحفي عمرو نجاب الله، صحفي الموثوق طبعا، طلع قال ان جوزيه جوميز هيمشي. انا نفسي ما صدقت، كنت بتفرج لايف ساعتها قلت يعني ايه يعني هيمشي ليه؟ اللي حصل صدقت، قلت يمكن خبر فيك بتاع. ساعتها بقى يوميها بالليل قال فعلا ان الكابتن حسين لبيب والناس في الاداره قعدوا مع جوزيه جوميز ومصمم يمشي. طب ليه عايز تمشي؟ قال لهم اصل جاي لي عقد في الدوري السعودي باضعاف اللي انا باخده هنا، حوالي 300,000 دولار. طب بياخد في الزمالك كام؟ 60,000 دولار بالمساعدين. هو بياخد دلوقتي 300 لوحده غير المساعدين ليهم فلوس لوحده، هو لوحده بياخد 300. في الزمالك كان بياخد 60 بالمساعدين. طب يا ابني اقعد، طب يا عم الحاج اقعد، انت ناجح مع الزمالك ومكمل وموجودين وبتنافس على الدوري في كونفدراليه وكاس بطولات موجود فيها، ايه المشكله؟ كمل. لا انا عايز امشي. فعلا مشى جوميز ورفض حتى انه يزود عقده مع الزمالك، والراجل خلع وراح الدوري السعودي. من شويه تركي آل الشيخ نزل بوست كتب بالونش، طبعا هو قصده على محمود حمدي الونش، هو حاطط طبعا صوره عربيه وقصده على محمود حمدي الونش انه اقترب من الاهلي. انا بالنسبه لي انا مش فارق معايا الونش جدد ولا لا، انا بقول لك لعيب بالنسبه لي انا مبطل، لعيب اللي يعمل 3 صليب ده مبطل، لكن مش ده الموضوع. اربط بقى ده بان في صحفي اهلاوي موثوق من الناس اللي انفردت بان اللاعب الخان اللي انا بتكلم عنه النهارده وخلي بالك كل ما بقول ده هربطه ببعض. اللاعب ده يعني من ضمن اللي دخلوا في الصفقه، لمح وعمل منشن لتركي آل الشيخ، ده صحفي اهلاوي اللي عمل كده، وممكن تخش تتاكد لو انت مش مصدق. تربط ده ببعضه، كارتيرون الدوري السعودي، جوميز الدوري السعودي، زيزو اللي دخل فيه ناس كتير جدا من مصر ومن بره مصر، الونش اللي دخل فيه ناس برضه من بره مصر، عشان الواحد يسيبك من الونش لاعب جامد ولا لا، افهم. فاللي بيحصل من 2020 لغايه دلوقتي هو تفريغ لنجوم الزمالك، اذا كانوا عقد احتراف لبره زي الدوري الفرنسي مثلا، او ان هو يروح بشكل مباشر ان هو يفضل يماطل لحد ما عقده يخلص ويروح. طب هل دي منافسه يا جماعه؟ انا ده خالص والله بجد، انا بقول لك اهو مفيش منافسه كده. انا هنافس ازاي؟ خلي بالك حد يقول لي الاداره لسه، انا جاي لك. بص انا الاداره دي اتكلمت عليها امبارح، بس انا امبارح حتى ما حللتش، اتكلمت عن الاداره بس، ودلوقتي هكلمك ولسه هكلمك على زيزو. اتقل بس وركز معايا خالص. هل كده ازاي في منافسه؟ انا امبارح رشحت لك 5 لعيبه اجانب، مش عشان يجوا كلهم طبعا، يجي منهم 1 أو 2. قلت لك امين زحزوح، قلت لك كليمنت مزيز جناح يانج افريكانز، ومفيش واحد في مصر اتكلم على هذا اللاعب. قلت لك عليه امبارح اسمه كليمنت جناح يانج افريكانز، مفيش حد. قلت لك لعيبه تحت السن، حيدرا مهاجم كوت ديفوار، وابراهيم سوري اللي هو خط وسط مرعب في منتخب السنغال. قلت لك اسامي كتير، قلت لك لا، قلت لك ايجولا، قلت لك لو عايز اكتر اجيب لك. دلوقتي انا جبت لاعب من اللعيبه دي هيقعد معايا 3 سنين او 2 سنين، ماشي؟ هيعمل ايه؟ هياخد مثلا بياخد في الزمالك 100,000 دولار مثلا، لا هياخد له خد مليون وتعالى، هيروح لانه هيبقى اجنبي، هيروح. فانا بعمل حاجه يعني، حتى لو انا ابتكرت وجبت حاجه بفلوس قليله، الاثنين اللي تحت السن اللي قلت لك عليهم دول ممكن يجوا يكسروا الدنيا مثلا. انا بقول لك ولو جم اصلا دول هيروحوا اوروبا، انا بقول لك بس افرض يا عم حد في الزمالك شغل مخه راح جاب الاثنين دول، فرود مرعب وخط وسط مرعب، يبقوا موجودين. هل بعد 2 سنين هيعملوا ايه؟ الاهلي هيعرض عليهم ضعفين المبلغ، صح ولا لا؟ هيعمل ايه؟ هيروح خلاص. انا بديله جنيه هيروح لل10 جنيه، هيروح هيبقى اجنبي بيدور على مصلحته، موظف. زي انت مثلا لو انت رحت مثلا اي دوله، فرنسا، انجلترا، انا بقول لك فلوس زياده هتروح للفلوس الزياده. فهل اللي بيحصل ده منافسه يا جماعه؟ طب بس انا اقول لك على حاجه، من كام سنه وراجعوا يا جماعه الناس بس بتتفرج على كوره مصريه من زمان، من اكتر من 10 سنين، حصل كده والله بجد، كان في برود في الشارع في الكوره، كانش في حد بيتكلم في الكوره،
خالص. ليه؟ الاهلي بياخد كل حاجه، كل اللعيبه، كل ما حدش، الناس حتى جمهور الاهلي نفسه زهق. الناس اللي في الشارع مش اللجان، الاهلي طول عمره ما شاء الله عليه جمهور الاهلي اغلبيته لجان من زمان للاسف، انا مش عارف ليه، بس نفسي الناس تمشي بدماغها وتبقى احرار. مش عارف بصراحه الناس اللي بتقبض جمهور الاهلي اغلبيته مش عارف ليه، لازم يبقى الواحد حر يقول رايه زي ما هو عايز. دي كوره، احنا بنتكلم في الكوره. فحصل الناس خلاص ما بقتش بتتابع كوره مصر لحد بقى ما جه ساعتها مرتضى. انا بقول لك معلومات اهو، بقول لك حاجات الناس القديمه في الكوره هتبقى عارفه الكلام ده. لما مرتضى جه وشركه بريزنتيشن اللي كان فيها عمرو وهبي، عمرو وهبي ده هو لو عمرو وهبي ده مش موجود في الزمالك انسى الزمالك بقى. انا بقول لك لو الراجل ده ما جاش الزمالك او الناس ما عادتش معاه انه يجي، اللي هو زملكاوي متعصب من هو صغير، هو راجل كان موجود في الزمالك ونفسي راجل زي ده موجود في الزمالك. ده اول الاصلاح اصلا لو حد بيفكر يعني في الاداره. جم بقى دفعوا طبعا شركه بريزنتيشن الاعلانات وبتاع، ومرتضى ساعتها جاب ال 20 صفقه، فده رجع. وطبعا مرتضى التصريحات كتير قوي هنا وعلى الاهلي وهنا، فكل ده رجع الحياه تاني. وساعتها بقى الزمالك خد دوري وكاس، فالحياه رجعت تاني للكوره عموما بقى. خلاص الجمهور لا الزمالك بيرجع، والجمهور الزمالك قال ده الزمالك ان شاء الله هيرجع. كل ده حصل بقى، والزمالك بيجيب مدرب عالمي اسمه فيريرا، الزمالك بيجيب لعيبه جامده، بيجيب مش عارف هنا والطارق وكهربا وباسم. خلاص الزمالك ابتدى يجيب لعيبه جامده ولعيبه اجمد من اللي في الاهلي. فده اللي حصل بقى، ان الناس رجعت تاني تتابع الكره المصريه بشغف. يا جماعه فتره 14 و15 و16 انا بقول لك لغايه قبل الخطيب كده، انا بقول لك كان الناس بتتابع الكره المصريه بشكل مرعب. الناس رجعت تاني رغم ان قبلها كانت الناس ابتدت تقل، وبعدها الناس هتقل. ليه؟ لان مش هيبقى فيه منافسه. خلاص دلوقتي الاهلي مع زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، مش عارف مين، ممكن يجيبوا فيرود كان موجود في الزمالك بيلعب دلوقتي في الدوري الفرنسي، ممكن يروح. الونش ممكن يبقى موجود، ممكن مش عارف يجيبوا مين تاني، هيجيبوا كله. طب انت منافسه فين؟ قول لي دلوقتي بالله والله بجد، انت دلوقتي هتلاقي هتنافس نفسك بعدين. هل ده؟ طب اقول لك على حاجه اقسم بالله وده حرفيا هتحاسب عليه قدام ربنا، لو حصل فعلا ان خلاص الزمالك تم تفريغه من نجومه بالكامل، اذا كان اللي موجودين او المحترفين، وانا بلقح وعارف انا بلقح على مين، خلاص مش هيبقى فيه منافسه، الكره المصريه هتنتهي عموما. طب والله العظيم انا شفت ناس حتى من بره، ناس مش مصريين، بيقولوا ان اللي بيحصل ده هيقتل الكره في مصر. خلاص مش هيبقى فيه منافسه في مصر، مش هيبقى فيه كره اصلا. بصوا يا جماعه، زمان الدوري كان بيذاعوا هنا كذا قناه وهنا 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 وهنا، والجمهور كان بيحضر. الزمالك والاهلي كان الجمهور بيقفل الملعب في كل الانديه، زمالك، اهلي، اسماعيلي، اتحاد، ترسانه، انديه كتير جدا، كان كل الناس ليها جمهور وكل جمهور بيقفل الملعب. اللي هيحصل خلاص الجمهور الاهلي حتى نفسه هيزهق، ده بقى في المستقبل القريب الله اعلم اللي هيحصل. الناس هتزهق، جمهور الزمالك خلاص هيبعد عن ان هو يشوف اصلا البطولات كلها، لان خلاص الاهلي مع كل الفلوس. طب هل الاهلي اللي بيعملوا ده شطاره؟ والقران ما شطاره، ده انا بحلف بالله. انا بقول لك اهو، هات لنا كده امسك مدير تعاقدات في نادي معاه فلوس، لو ما جبتلكش يا عم، هات لنا مثلا في الزمالك، هات لي فلوس الاهلي، بدل كده الحال. لو ما جبتلكش لعيبه الاهلي كلها بما فيهم مصطفى شوبير، مش هتكلم في كوره تاني. بما فيهم شوبير بالفلوس، كل اللعيبه من الحارس للمهاجم اجيبهم لك كلهم. دي مش شطاره، دي فلوس. الخان اللي هتكلم عنه النهارده ولسه هتكلم عليه هياخد 100 مليون في الاهلي، مش عارف مين تاني معروض عليه 30 مليون. لعيبه مكسح، لعيب مكسح جاله 3 صليبي معروض عليه 30 مليون في السنه، اخره 5 مليون ده لو خدهم اصلا. خلي بالك كل ده بقول ده هربطه بزيزو وركز معاه، وانا مش عارف ناس تقول لي زيزو فين، ما انا هقول لك اتقل بقى. اقول لك بقى على حته اهم بقى قوي، عشان دي اهم، ده اهم جزء هقوله في القناه كلها، مش في الحلقه دي، في القناه كلها. محمد صلاح قريب جدا من انه يجدد تعاقده مع ليفربول. اسمع دي مهمه قوي بقى، هياخد اعلى عقد في تاريخ ليفربول، ماشي، طبعا في تاريخه هو وفي تاريخ ليفربول. راجل فري. ليه مانشستر سيتي ما دخلش فيه؟ يلا جاوب. ليه يونايتد ما دخلش فيه؟ ليه تشيلسي اللي معاه تود بويل الملياردير الامريكي اللي بيصرف بيرمي فلوسه في الارض، ليه ما ياخدش صلاح؟ ليه؟ صلاح بقى اصلا كان موجود في تشيلسي قبل الليفر، فلو راح تشيلسي ما حدش هيزعل عادي. اصلا تشيلسي اللي جاب اول نادي راح له الدوري الانجليزي هو تشيلسي، فعادي. ليه ما فكرش فيه يديله مليون جنيه استرليني في الاسبوع مثلا؟ ايه المشكله؟ معاه فلوس احسن من لعيبه كتير موجوده في تشيلسي مالهاش لازمه. ليه ارسنال ما يفكرش فيه؟ مش هو ليفربول السنه دي السبب الاول، لو ليفربول خد الدوري يبقى صلاح، وجهه نظري الشخصيه. ليه ارسنال ما يفكرش فيه يديله ضعف الراتب اللي بياخده في ليفربول؟ عارف ليه؟ عشان المنافسه. عايز فاهم ان السيتي اللي بيصرف مصاريف مرعبه ما يعرفش يجيب صلاح. سيبك من اللي عارف واحد ضغط عليه يقول لي جوارديولا مش عايزه فنيا، ارسنال برده مش عايزه فنيا، يونايتد مش عايزه فنيا، يونايتد اللي مش شايف مش عايز صلاح فنيا. يونايتد على فكره في فلوس كتير جدا ويعرف يجيبه عادي، ده عشان في حاجه اسمها منافسه. اللاعب ده موجود في النادي ده خلاص هسيبه خلاص. طب ليه ليفربول مثلا ما يحاولش اضعاف السيتي ياخد لعيبه؟ ليه ما رموش مثلا رغم ان عادي لو مرموش، على فكره مرموش كوره ليفربول يمكن اكتر من السيتي في حاجات كتير. ليه ليفربول ما فكرش في مرموش انه يقطع على السيتي عشان يزنقه يخش في صفقه مرموش؟ ليه؟ عشان في حاجه اسمها منافسه. ايوه يا جماعه. ليه الدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم؟ عشان المنافسه. ليه الدوري الانجليزي فيه اعلى عقود بس في العالم ورعايه وسبونسرز في العالم؟ عشان المنافسه. الدوري الاسباني بص، برشلونه والريال اعلى 2 انديه جماهيريه في العالم، برشلونه والريال في العالم كله. ما فيش حته في العالم الا في حد يا مدريدي يا برشلوني. ومع ذلك عقود البث والرعايه في الدوري الانجليزي اكتر من الدوري الاسباني. الدوري الاسباني وجهه نظري محصور في ناديين او 3.
الدوري الانجليزي من فوق حتى المنافسه تحت جامده جدا، منافسه فوق جامده جدا. شوف نوتنجهام فورست بيعمل ايه السنه دي. الشامبيون شيب مرعب، اقوى من دوريات كتير قوي في العالم. في حاجه اسمها منافسه يا جماعه. فاللي بيحصل في مصر ده مش منافسه، نادي ناس بتساعده في مصر وخارج مصر. انا لو جبت لعيب كمان سنتين هياخده، دي مش منافسه. انا بقول لك بمنتهى الامانه والله العظيم وبصراحه شديده جدا، دي مش منافسه يا جماعه. لكن اللي بيحصل ده مفيش انت مش عايز ان ميبقاش فيه منافسه، براحتك. انا بقول لك الكره المصريه عموما هتنتهي في العموم. محدش هيتفرج على الكره المصريه النهارده. الاجيال كلها اللي طالعه بتتفرج على الريال وبرشلونه. اقسم بالله وانا قاعد هنا كان شغال ماتش الاهلي والهلال السوداني، حضرتك اتفرج كده عدي، كل الناس قاعده بتتفرج على الريال وارسنال، كل الناس. حتى كان ارسنال جاب جول، سمع في الشارع، قلت الاهلي جاب جول ولا ايه؟ قلت ارسنال جاب جول كمان. يعني في يعني مشجعين ارسنال في شارع ضيق هنا في الحته، الناس بتشجع ارسنال، فالناس هتتجه لده لان مفيش منافسه اصلا في مصر عموما ولا في الدوري المصري. علاقه ده بقى ايه بالخائن؟ تعالى اعرفك الاول حكايه زيزو. زيزو يا جماعه كان راجل بيلعب بره طبعا في اوروبا، حصل له مشكله في التاشيره او الاقامه، حوار كده. فايه اللي حصل؟ كان لازم يرجع مصر، ما جالوش عروض نهائي، واللي يقول لك جاله عروض يبقى كذاب. العرض الوحيد اللي جاله هو الزمالك، ولو كان جاله هيجي له ايه؟ وادي دجله، تاج حربي، مقصه، انديه تعبانه نص جدول او اخر الجدول، انديه بتهبط. لما الزمالك دخل فيه جروس اتعارك عركه مرعبه مع امير مرتضى ومع ناس في الاداره، قالوا لهم انا مش عايز مين ده، وده بجد الكلام ده رسمي مش بقول لك هبد. قالوا لهم اللعيب ده فاشل، درجن جراي بس ما يعرفش يعمل حاجه ثانيه. امير مرتضى قال له لا الواد ده كويس، خليه تدعيم للدكه. جروس قال له بس انا مش مسؤول عنه، لو طلع وحش انت اللي هتلبس قدام الجمهور. لا ماشي. وامير مرتضى ساعتها مضى على نفسه ورقه ان هو مسؤول عن هذا اللاعب. جه اللاعب ده كان تدعيم للدكه، ابتدى يعلى، جروس ماشي، ابتدى مش عارف من ميتش ويجي، ابتدى يعلى ياخد مكان اساسي على ونجم واحده في الثانيه، ابتدى ياخد هداف الدوري، نجم الزمالك، لحد ما وصلنا 2022. اسمع بقى دي، اول ما وصلنا 2022 جاله عرض من نادي الريان القطري. طبعا زيزو يسكت، لا هو ابوه لا ما ينفعش، عايزين نزود عقدنا. طب عايز تاخد كام؟ هات 35 مليون. طبعا هو كان بياخد ده 35 مليون، ده رقم كبير جدا جدا كان ساعتها. وهقول لك الرقم ده ادى لايه. مرتضى ساعتها كان مشى بن شرقي بعد الدوري والكاس اللي احنا خدناه، فقال لك لا لازم احافظ على اللعيب بتاعي، لازم الف بيه اداره. فاضطر يقعد معاه واداله 35 مليون مره واحده. مش عارف بقى هو الاستاذ ممدوح عباس، ولكن المهم ان الفلوس راحت له. ادى ده بقى ليه؟ في اتنين اتضايقوا، امام عاشور والونش، وسبحان الله يا اخي الثلاثه بيعبدوا الفلوس، وزيزو معاهم. سبحان الله يا اخي، الكلام ده من 2022. امام اتعارك عركه برده كبيره مع امير، قال له انا ما باخدش حاجه اصلا. قال له لا مش هديك حاجه لان هو جاله عرض من بره، فانا برضيه فاديته راتب كبير. قال له انت ما جاش حاجه. قال له لو جالك حاجه انا هعلي الراتب بتاعك. امام ما جالوش حاجه بشكل رسمي. حاول بقى الوكلاء والكباري والكلام ده يجيبوا له ميتلاند، فلما جاله ميتلاند راح طبعا ميتلاند وطلع كوبري في الاخر ورجع على الاهلي. ايه بقى اللي مضايقني في الموضوع ده كله؟ ان هو طبعا سيبك من ان هو ياخد 400 مليون في 4 سنين، وابوه اللي خيره بالمعنى الحرفي لحم كتافه حرفيا من خير الزمالك، وفي عمرهم ما شافوا فلوس الا من الزمالك عمرهم. وارجعوا صورهم القديمه شوفوا اشكالهم كانت عامله ازاي، مع احترامي يعني، بس ارجعوا شوفوا الناس دي كانت عايشه ازاي وعامله ازاي، اصلا عمرهم ما شافوا فلوس غير من الزمالك. اللي مضايقني بقى ايه؟ ان البيه ده طلع قال لك ايه؟ اصل جمهور الزمالك قال لي روح عزيزو 4 مرات في ماتش بتروجيت ومش عارف ماتش بيراميدز ولا مش عارف ماتش ايه، قالوا لي يعني روح. والله العظيم هو مين يا باشا اللي دفع عنك قدام امام عاشور؟ لا خلي بالك البالونه اللي عملها امام عاشور دي كان قصده على زيزو مش قصده على الزمالك. انا بقول لك انا عارف الكلام ده، انا مسؤول عنه، كان قصده على، وانا بقول لك هيحصل كلاش مرعب خليك فاكر بين زيزو وامام في الاهلي على مستوى الفلوس وعلى حاجات كتير. مين بقى اللي دفع عنك يعني؟ طب مين اللي لما رحت الاولمبياد كان بيقعد يشير اهدافك وكنا بنتحايل على، انت ما بتعملش حاجه غير انت بتجري بالمعنى الحرفي، كنا بنحاول نعليك. لما خسرت افضل لاعب في افريقيا الناس هتفت لك في المدرج، كل حاجه عملناها لك يا زيزو، كل حاجه. الجمهور بيهتف لك من 2019 لغايه دلوقتي، بقالنا 6 سنين بنهتف لك. فاش حاجه لو مره ولا مرتين حصل شتيمه ولا حصل، ما هو ما حصلش شتيمه على فكره، ولا عارف شتيمه حصلت منين؟ جمهور الاهلي. ابوك اللي بيقول لك ده انا كرامتي، ابوك عنده كرامه ممكن والله ممكن الله اعلم، بس لو انت فعلا عندك كرامه ما تروحش الاهلي. جمهور الاهلي قال عليك بالونه، تمنى لك الاصابه جمهور الاهلي لو الناس فاكره في الاولمبياد، وارجعوا الكومنتات والبوستات موجوده. جمهور الاهلي شتم زيزو هذا الموسم في المدرج بشتايم قذره ما اقدرش اقولها، والفيديوهات موجوده على اليوتيوب، اكتب كده شتيمه الجمهور الاهلي زيزو هتلاقيها موجوده. الحاجات دي ما بتحذفش هذا الموسم، ومع ذلك طلعت انت ماضي لهم من شهر واحد. انا كان عندي لوم على ناس كتير، لكن انت ماضي من شهر واحد، وساعتها كان اتقال اعلان لريد بول ومش عارف ريلمي. انا استغربت برضه، قلت ريد بول وريلمي، انا استغربت، بس قلت لا ممكن عادي جاي له هو، هتلاقي جاي له عن طريق ناس من الاهلي، وماضي من شهر واحد. كل ده بحاول انا الاقي فيديو هنا في شهر واحد، وارجعوا للفيديو عشان الناس تقول لي بس كنت بطبله ولا مش عارف الكلام ده. الفيديو ده في شهر واحد تقريبا يوم 9/1 كتبت كده بالظبط اداء كارثي من زيزو، فيديو موجود هنا في القناه وارجع له. سبحان الله اتاري مادي من شهر واحد، ما كنتش اعرف، انا كنت كان اداء كارثي في الماتش ده فعلا، ماتش معين كده في شهر يناير. فانت بتلوم الجمهور
هو اصلا حد نفع غير الجمهور؟ انت لما الاداره كانت هتبيعك بننزل هاشتاج لو زيزو مشى انتوا هتمشوا قبله، مش جمهور الزمالك؟ مين اللي طالب ان انت تاخد 100 مليون؟ مش جمهور الزمالك؟ احنا لو قلنا مش مهم احنا بندفع حاجه ادفعوا، مش احنا اللي قلنا كده؟ ما حدث هو خيانه من لاعب خاين، لاعب مش محترم، لا هو ولا ابوه، الاثنين بيعبدوا الفلوس. والحمد لله ان احنا مش بنعبد الفلوس، انا بحمد ربنا، ما بعبدش غير ربنا، الحمد لله يا رب، ويا رب ما تذلنا بالفلوس، ملعون ابو الذل. وانا بقول لك هيروح هناك مش هيعمل اي حاجه، هيجيب له جون 2 3 يجيب عادي، بس هل هيعمل تاريخ ولا يعمل تاريخ؟ حسام عاشور اكتر لاعب خد بطولات في تاريخ الاهلي، ولا حد ولا عتب النادي. فاللي حصل خيانه من لاعب خاين خاين تمامه الفلوس والجنيه، جنيه يجيبه وجنيه يوديه. عامل شبه لما تلاقي واحده مثلا متقدم لها عريسين، واحد محترم وشاريها، واحد تاني صايع وضايع بس غني، فتسيب المحترم وتروح للغني عشان هي لا مؤاخذه. انت عارف الكلام ده طبعا، في امثله تانية اقذر، ولكن ده خاين. والخانه الاكبر من الاداره اللي ما بعتكش السنه اللي فاتت ولا عارفه تجدد لاي لاعب. ممكن تجددوا لعبد الله، ممكن تجددوا لحسام، ممكن تشوفوا محمد السيد مشكلته ايه، ولا هتكملوا في الخيانه؟ لو كده ارجوكوا امشوا يا حسين لبيب، انتوا مجلسك انتوا فشله. السلام عليكم.